ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى بينا نعمل العاشورة. النهاردة كده ليلة يعني النهاردة التسوعة، بكرة ان شاء الله عاشورة. يلا بينا بقى كده نعمل بالليل العاشورة. اول حاجة نقعت القمح 12 ساعة وفي مية عادية من الحنفية. وبعدين بقى سويت القمح سبته لغاية ما كده تحسيه فتح، يبقى كده استوى معاك طبعا ودوقيه. غيرت بقى الحلة عشان الحلة اسمرت فانا غيرتها. معايا طبعا كيلو من الحليب او اللبن البلدي، احطه على البليله. في ناس بيحطوا فيها رز، انا مراتي جربتها من غير رز طلعت تحفه. احط بقى كده الحليب واخلي البليله تشرب من الحليب او اللبن حسب ما انتوا بتقولوا عليه، واسيبه بقى كده حوالي ربع ساعه يغلي مع نفسه. بعدين ايه احط كوبايه سكر، واجيب بقى طبق احط فيه كوبايه لبن واربع معالق نشا وظرف فانيليا. فاهم؟ ماشي. ممكن بقى تحطي كريم شانتيه لو عندك، انا ما بحبش احط الافتكاسات دي، بحب اعمل حاجه بتبقى زي الناس بتاعت زمان اللي بيعملوها، ما بحبش افتكس يا جماعه عشان خاطر ماما. حطيت بقى كده النشا باللبن والفانيليا وافضل كده بقى اقلب اقلب لغايه ايه ما اوصل للقوام ايه اللي هو ايه، ولا تقيل ولا خفيف. بص هو القوام ده. هبدا بقى كده اصب فيهم، صب بقى صب صب لغايه ما اخلص الكميه وارجع لكم تاني. طبعا لايك وشير وكومنت حلو الفيديو هذا، تقولي بتابعيني منين. عملت بقى بص عملت في طاجن، ممكن بقى الطاجن دي تحطها في الفرن، ولو انت بتحبيها في الفرن، انا مش بحبه في الفرن. وممكن تحطي على البولاد على الطبقه دي ايس كريم حسب بقى ما انت عايزه. انا بقى جبت معلقه عشان ادوق. بصوا بقى هوريكم القوام تحفه تحفه تحفه. جربوها بصوا، جميله ومن غير رز. كمان دي كانت سخنه يعني لسه ما كانتش بردت، لو بردت تبقى تحفه. انا اكلتها وما سخنه عشان اوريها لكم، بس تحفه. جربي الطريقة وإن شاء الله هتعجبك. كل سنة وانتم طيبين ونعيش ونعمل لكل سنة. وكل اللي نفسه في حاجة طبعا ربنا يديها له. يعني بصي فرحي غيرك كده بالعاشورة، بتبقى جميلة جدا بتفرح الأطفال قوي. جربي الطريقة وتعجبك. أشوفك في يوم جديد وفيديو جديد. مع السلامة.